السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل النهاردة مع بعض ان شاء الله حاجة حلوة كده وبسيطة وسهلة في نفس الوقت واقتصادية، مش مكلفة، مش هنشتري اي حاجة من بره. حاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. اقتصادية وسهلة زي ما قلتلكوا، هتعملوها في منتهى السهولة ومش هتاخد وقت، هو ربع ساعة بالكتير وهتكون الوصفة دي خلص مخلصينها. هنعمل رز بلبن اهو بطريقة سهلة وبسيطة زي ما قلتلكوا. معايا على النار هنا كوباية رز، انا غسلتها غسلة بسيطة كده عشان عايزينها برضو مش مغسولة قوي. وهنحط عليها كوباية لبن وكوبايتين مية في حلة كده ونحطهم على النار. وعايزاه يستوي كويس جدا، يعني انا عايزة الرز ده يشرب اللبن والمية اللي احنا حطيناها له كلها، ما يبقاش فيه مية خالص، ويبقى مستوي سوا جامد قوي. هحطه كده بقى على النار اول ما يغلي. لازم نسيبه يعني يغلي كده الاول وبعدين هنبدأ بقى نغطيه. اهو غلي غلي زي ما انتم شايفين كده معايا. نديله تقليبة كده وهغطيه بقى بغطا وهدي النار خالص، لان الرز ممكن طبعا لو انتي سبتيه على نار عالية يشيط، فتهدي النار وتوربي برضو الحلة زي ما انت شايفة كده غطا الحلة عشان بيفور ما يغرقلكيش البوتاجاز او يبهدلك الدنيا. زي ما انت شايفة كده اهو بالظبط، ما كملش 10 دقايق وكان شرب المية واللبن اللي حطيناه له واستوى جامد كده زي ما انت شايفة. هو ده زي ما هو انا عايزاه كده بالظبط. معايا كيلو ونص لبن اهو على النار. اي لبن موجود عندك بقى، بقري جاموسي المتوفر. انا كنت غلياه على النار، نزلت بيه كله على الرز بتاعه اهو. وهنديله بقى كام تقليبة كده زي ما انت شايفة كده. وبعدين بقى هجيب كيسين فانيليا انزل بيهم عليه، بتدي ريحة حلوة برضو للرز قوي. ندي برضو تقليبة الفانيليا معاهم كده. وبعدين هجيب كوباية سكر، نفس الكوباية اللي عايرت بيها الرز، هي كنت حاطة كوباية رز حطيت كوباية سكر وهنديله تقليبة. في الوقت ده هتدوقي بقى حسب ما انت عايزاه، شوفي محتاج سكر بالنسبة لك قد ايه، بتحبوه سكره عامل ازاي وبتحطي. انا بالنسبة لي دقته ولقيته محتاج كمان نص كوباية، حطيت له نص كوباية كده بقى السكر، يعني مش مسكر قوي بس برضو يعني متوسط كده وحلو. فانت حابة بقى تحطي سكر اقل او اكتر براحتك. انا في الوقت ده لقيت الحلة صغيرة على الرز بتاعي فنقلته في حلة اكبر شوية عشان اعرف اتعامل معاه واعرف اقلبه كويس ما يقعش مني يعني على البوتاجاز. نقلته كده في الحلة دي وبدأ يغلي معايا اهو. جبت هنا بقى كوباية الا ربع لبن بنفس الكوباية برضو اللي انا بستعملها، وهحط عليها معلقتين نشا كبار اهو. رز اقتصادي زي ما قلتلك، طريقة اقتصادية كل حاجة موجودة عندنا. ونقلب النشا كويس جدا، ندوبها في اللبن ونروح بيها بقى على الرز بتاعنا، ونبدأ نحط شوية بشوية كده ونقلب الرز. ما تحطيش النشا مرة واحدة عشان برضو ما تعملش معاكي تكتلات، بتحطي شوية بشوية وتقلبي ايدك يبقى فيها على طول كده، شوية بشوية تقلبي لحد ما تخلصي كمية النشا اللي انت مدوباها في اللبن ده. وبتلاحظي ان بدأ الرز يتقل معاكي، ما تسيبيش ايدك برضو، حطي شوية بشوية وقلبي، ما تسيبيش ايدك خالص لحد ما تخلصيهم. وخلاص كده يعتبر الوصفة معانا خلصت، بس احنا بس بنقلب كام تقليبة كده ونفضل نقلب شوية لحد ما النشا تستوي كويس مع اللبن والرز، وتبقى بالشكل ده معانا تقلي، تبقى شكلها حلو قوي بقى كده والطعم في منتهى الجمال وخفيف واقتصادي مش مكلف. وهنجبت الحاجة اللي هغرف فيها اهي، اغرفي في اي حاجة ما انت عايزاها، كوبايات، كاسات، اطباق، اي حاجة زي ما انت حابة. انا جبت اهوت الحاجات اللي هغرف فيها وابدأ اغرفه كله كده زي ما انت شايفاني، كاسات كده وكوبايات واطباق وكل الموجود عندك عايزة تغرفي فيه براحتك. خلاص كده غرفت الرز بتاعي اهو خلصته.
وتحطي له اي حاجه انت حباها بقى، ممكن تسيبيه ساده كده، وممكن تحطي له اي مكسرات على الوش او اي حاجه. انا حطيت شويه منه كده، حطيت له جوز هند وزبيب، وسبت جزء برضو منه ساده، لان في اللي بيحبوا ساده ما بيحبوهوش على حاجه. فانا عملته كده، حطيت شويه كده وشويه كده. حلو قوي، اقتصادي وسريع وبسيط. اعمليه ان شاء الله يعجبك ويعجب كل الاسره. حاجه كده سهله وسريعه، مش هتكلفك اي حاجه، ومش هتاخد معاكي وقت، ربع ساعه زي ما قلتلك ان شاء الله ويكون خلصان. فجربيه بقى وقولي لي ايه رايك فيه. وما تنسينيش بقى باللايك والسبسكرايب، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي اول باول. واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.